أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى. مسعود والمناطق المجاورة لها نرحب أجمل ترحيب السيد حسين محمد علي الطحان محافظ بغداد المحترم. أحللت بين أهلك وأخوتك فأهلا ومرحبا بك. كما ونرحب أجمل ترحيب بالسادة الضيوف الكرام لا التعب. ونرحب كل الترحيب بالشيوخ والوجهاء والأعيان والحضور الكرام. أهلا وسهلا بك يا محافظنا. هذا مكتبنا مجلس حزب الدعوة اللي احنا نحييه وراية منصورين باسم الدعوة. يا منصورين باسم الدعوة. منصورين باسم الدعوة. جزاك الله خير. وخير ما نفتتح به حضورنا هذا فضيلة القارئ محسن شيران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز. مما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا. فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا ما أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. العلي العظيم. لا ما يزعل هذا مكان. احسنت. هذا مكان. راح اللي يشوف الاغنيه. مرحبا. صحكم الله بالخير. الله بالخير. الله بالخير. أفضل الأعمال الصلاة على محمد. الأستاذ الفاضل مدير ناحية الفحامة الأخ حميد عبدان العامري لإلقاء كلمة ترحيبية، فليتفضل. الأستاذ حسين الطحان المحترم، السيد نائب المحافظ الأستاذ قاسم الدراجي المحترم، السيد مستشار السيد المحافظ الأستاذ جابر الحساني المحترم، السيد مدير بلدية الشعب الأستاذ كريم دشر المحترم، السادة الحضور رجال دين وشيوخ عشائر ووجهاء المحترمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
باسمي شخصيا وباسم أبناء ناحية الفحامة نرحب بكم جميعا في حضوركم هذا. حللتم أهلا ووصلتم سهلا. أيها الأخوة الحضور، زيارة السيد المحافظ المحترم ومرافقيه لهذه المنطقة لها دلالات مادية ومعنوية لتزيدنا شرفا وعزة. نرجو لهذه الزيارة الميمونة النجاح والموفقية لتلبي تطلعات وآمال الخدمات الأخرى من ماء الشرب ومشاريع الكهرباء والصرف الصحي وبناء المراكز الصحية وفي المجالات الخدمية الأخرى وتفريغ الطرق وتأهيل المدارس المتضررة لقدمها، وكذلك إيصال الماء الصافي الصالح للشرب لبعض المناطق. وهناك خطة مرسومة من قبلنا لعام 2009 وضعت لتشمل كافة الأنشطة الخدمية، أي خطة شاملة لنرتقي بواقع الخدمات وبدولة السيد رئيس الوزراء الأستاذ نور المالكي. هذا المشروع الحيوي والثقافي وما يحمل في قياده من مفاهيم إنسانية وحب الوطن والشعور بالمسؤولية كل من موقعه. على هذا الأساس إعطاء كل ذي حق حقه في الدية المعروفة لدى العشائر بالفصل بعد إثبات الجنان، وبهذا تحقق الأمن في المنطقة واستقرت الأوضاع. وما عليه سوف نشرع العراقيين بانتخاب من يمثلنا في صناديق الاقتراع، بانتخاب مجال فعالة للتصويت في يوم التاريخ العراقي ألا وهو 31/1/2009، وانتخاب الأفضل والأكفأ القادر على تحمل مسؤولياته أمام الشعب والوطن. ويدعوكم لاعتماد القائمة 177 التي يترأسها السيد المحافظ، قائمة العلماء والمثقفين القادرين على توفير متطلباتكم من خدمات وعيش رغيد بأمان وفي شاطئ الاستقرار الأمني والأكثر خدمة وسعادة. هذه القائمة التي يتزعمها السيد المحترم. وأخيرا وأشكره كثيرا على هذه الزيارة المباركة، والله الموفق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأستاذ السيد فلاح المسعودي مستشار أمين بغداد لإلقاء كلمة بهذه المناسبة، فاستقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد تم التوجيه من قبل السيد أمين بغداد المحترم لتطوير منطقة 7 فصول. حقيقة بدأ العمل قبل شهرين تقريبا، بدأ مد شبكة بطول 120,000 متر، والآن يعني قيد الإنجاز وشيء متبقي قليل من الإنجاز بالكامل، إضافة إلى تطوير الطرق. تقريبا 9 شوارع رئيسية هي بطول كيلوين متر. بدأنا بشارع البزل وهو يطول كيلوين تقريبا و400 متر، وباقي الشوارع الرئيسية لمنطقة 7 فصول كمرحلة أولى. وإن شاء الله يعني الفترة المتبقية إن تقريبا أكثر من شهرين إن شاء الله سوف نكسي المنطقة بالكامل. بالنسبة لقرية المسعود وقرية السواحل مثل ما يعني عرفت هذا الشيء، والقرى المجاورة لها سوف يتم مد الشبكة الرئيسية لتصل إلى هذه المناطق وتغذيها بالماء الصالح للشرب، وكذلك إكساء الأزقة بالكامل. هي بالحقيقة يعني احنا هذا الأكواق حال بدينا به، وهو الشارع الرئيسي هو بالتصميم موجود 40 متر 40 متر، يعني 20 تبليط و10 ب10 اكتاف. بعد المصادقة التصميم الأساسي من قبل تصاميم لأمانة بغداد سوف يكون يعني تبليط أصولي. أما هي المنطقة بالحقيقة المنطقة هي منطقة زراعية مثل ما تعرفون، وإن شاء الله بالوقت القريب
سوف نضعها بخطة تغيير الجنس من زراعي إلى سكني، يكون شبكة يجهز بشبكة المجاري وكذلك الماء والطرق بصورة أصولية. واحنا إن شاء الله جايين بخدمتكم ونعمل ليل ونهار، وبالحقيقة أنا متواجد بسبع قصور أكثر من 15 يوم. هذا أنا أقول أي شيء يعني محتاجينه من عندنا سوف يصل إلى أمانة بغداد وإلى السيد الأمين. وأبلغكم تحيات السيد الأمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد وآل محمد. الشيخ طريق بإلقاء كلمة ترحيبية، فاستقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد. السادة والشيوخ ووجهاء الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسمكم جميعا نرحب بأجمل ترحيب بالسيد محافظ بغداد السيد حسين الطحان والسادة المسؤولين الذين معه، فحل بين أهله وأخوانه ضيفا عزيزا علينا، ويسرني ويسعدني في هذا الحفل الكريم الذين حضروا. الأستاذ مدير مكتب حزب الدعوة تنظيم العراق في منطقة سبع قصور بإلقاء كلمة ترحيبية، فاستقبلوه بالصلوات على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، صدق الله العلي العظيم. السيد المحافظ وبركاته، باسم مكتب حزب الدعوه الاسلاميه تنظيم العراق سبع قصور، نرحب بمقام الاستاذ حسين الطحان محافظ بغداد والوفد المرافق له، فاهلا وسهلا، وكل الترحيب والتحايا التي تعبر عن سرورنا بزيارتكم لنا. ها هي ايادينا نمدها لك ترحيبا بمقامك الموقر، آملين أن تنظر إلى احتياجات هذه المنطقة المحرومة الذي تعاني من نقص الخدمات طيلة العهود السابقة. ونحن اليوم نجد بكم كل الخير إن شاء الله في سبيل خدمة منطقتنا. نبارك لأنفسنا أولا ولكم ثانيا بورود اسمكم الموقر ضمن المرشحين لانتخابات مجالس المحافظات. نتمنى لكم النجاح الباهر والموفقية، ونحن في انتظار ما يفيض به شخصكم الكريم من الإسراع في تقديم الخدمات إلى أهلكم في هذه المنطقة المحرومة، وكلنا في انتظار جهودكم في البناء والتعمير. سيادة المحافظ، توجد هناك نقاط كثيرة أذكر منها واحدة والباقي أتركها إلى أخواني لأن وراي جماعة لكم كلمات. الأخ المحافظ المحترم، تم إسلامنا أستاذ أبو حيدر وزير ناحية وحامة ولا علم به هو وزير المقام. هذا 18 كرفان 18 كرفان جاهز للتدريس، لأن احنا عندنا مدرستين بسبع قصور، كل صف يحتوي على 90 طالب، ما عدا الطلبة اللي حوالي 10 15 قاعدين بالأرض ماكو لهم مكان. وال 18 كرفان تم استلامه يوم 12/5/2008 اللي كلفت الدولة 354 مليون حسب ما وصلنا الكتاب من وزارة التربية. السلام عليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لإلقاء كلمة ترحيبية، فاستقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد. أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. عظم الله أجوركم باستشهاد أبي الأحرار وسيد الشهداء الإمام الحسين سلام الله عليه. باسم مجلس شيوخ عشائر قاطع الأعظمية نرحب بالأستاذ الفاضل السيد حسين الطحان محافظ بغداد، ونتمنى له الموفقية والتقدم والنجاح في جميع أعماله لخدمة الإسلام العظيم. شهداء الطف في كربلاء وزوار الحسين،
لقد ضحى الحسين بنفسه وأولاده وعائلته من أجل أن يبقى الإسلام، لأن ثورة الحسين تبعث على مر الزمان روح النصر على الطواغيت والمستكبرين في الأرض. وإن هذه الثورة باقية ما بقي الدهر لتكشف عن معادلة الحق بوجه الظلم والطغيان، ولولا هذه الثورة لما انتصر العراق الآن. وذلك أننا مقبلين على انتخابات لمجالس المحافظات، وهي انتخابات شرعية وقانونية، لذلك نحتاج إلى رجال أشداء أقوياء نزهاء مؤمنين ورافعين راية الحسين ومدافعين عن ثورة الفقراء والشهداء والمظلومين والمهجرين ومن سكنة الطين في بلد النفط والنعيم. لذلك أدعوكم وأنا مطمئن لقولي هذا أن هذه المواصفات الكريمة التي ذكرتها هي موجودة في شخصية هذا الرجل السيد حسين الطحان محافظ بغداد، فأيدوه وانصروه وانتخبوه وحيوه بالصلاة على محمد وآل محمد. سيادة المحافظ، إن مدينة الشعب وضواحيها مدينة تحتاج إلى جهد من سيادتكم ومن المسؤولين التنفيذيين، لأنها مهملة وتحتاج إلى تبييض الشوارع الرئيسية بالكامل. المجاري أكثرها قديمة، وبعض الأحياء لا توجد مجاري، الكهرباء لا يؤدي دورها الكامل. نحتاج إلى مستشفى عام تخصصي لأنها مدينة كبيرة ونفوسها كثيرة. نحتاج إلى أكثر من مراكز صحية، وهذه السبع قصور تفتقر لكل شيء في الحياة. الكتاب الرسمي إنها مدينة تعيش كأنما يعيش الإنسان القديم في بلد الطين. لذلك نحييكم ونستبشر منكم خيرا إن شاء الله، ونتمنى لكم الموفقية والتقدم والنجاح في عملكم الانتخابي إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ عبد عباس رئيس مجلس شيوخ عشائر سبع قصور بإلقاء كلمة ترحيبية، فاستقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد. الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السيد محافظ بغداد السيد حسين الطحان المحترم، السادة المسؤولين، السادة الحضور، السادة الضيوف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسمي وباسم مجلس شيوخ عشائر سبع قصور نرحب بالسيد محافظ بغداد والأخوة المسؤولين والسادة الضيوف الكرام، راجيا من المولى العلي القدير أن يسدد خطاكم جميعا بما فيه الخير وخدمة وطنكم وشعبكم، متحققا له الأمان والاستقرار وتعويضه عما لاقاه من حروب وسفك الدماء بعيش هادئ مطمئن مزدهر. أيها الأخوة، بعد أيام قليلة سيخوض شعبنا انتخابات يختار فيها من يمثلونه في مجالس المحافظات، ونحن اليوم نبارك لمن يختارونه ونتمنى لهم النجاح والتوفيق. أيها الأخوة، إن تاريخنا مدرسة الأمينة والكفوة التي تتمكن من أداء الواجبات على تحقيق هذا المطلب في هذه الانتخابات القادمة خدمة للمصلحة العامة. وللأعزاء، في الوقت الذي نحيي فيه
وندعم تطبيق خطة فرض القانون التي حققت نجاحا باسلا المسلحة التي أدت واجباتها وساهمت. وإننا اليوم نتطلع إلى حكومتنا الوطنية وما لاقته أيضا من بعد من قتل على الهوية وتفجيرات ذهب ضحيتها الأبرياء ومن لا ذنب لهم من أبناء شعبنا. أقول من بعد ما حققته خطة فرض القانون من نجاحات، نرجو إقامة المشاريع لتشغيل الأيادي العاطلة للمواطنين وفاء أن أبين لكم طلبات أهالي منطقة 7 قصور. فيه الزخم الحاصل في المدارس الموجودة حاليا. 4 تطوير المركز الصحي في 7 قصور بإضافة صالح عمليات ولادة وتوفير سيارة إسعاف للحالات الطارئة. صورتني كلام 7 إذا تعذر فتح السايد الثاني في الوقت الحاضر بالإمكان. والد يقول خير الناس من نفع الناس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يؤلم الجرح إلا من به الألم. لدينا بعض الأمور البسيطة يتفضل لإطلاع السيد المحافظ الكريم والسادة الضيوف الأعزاء عليها، فاستقبلوا بالصلوات على محمد وآل محمد. الكمال المنعوت بنعوت الجلال الذي يعلم ما كان وما يكون، كائن في الحال والمال، وحكم بالموت على كل ذوي روح في مخلوقاته، والعاصي والمطيع من سكان أرضه وسماواته. إن منطقة سكان